والمحبي البطاطا اجي نوجد معكم كومبير اللي تقدروا تعمروا باش ما بغيتو اللي متوفر عندكم في الدار. من الوصفات كذلك السهله وفي نفس الوقت كتجي بنينه بزاف. داك الخلط ديال السخون مع البارد كيجي رائع، غير جربوا الوصفه. وكيف ديما كنتسنى التطبيقات ديالكم، وكما قلت لكم تقدوا الحشوه ديروا اللي بغيتو اللي متوفر عندكم. خديت بطاطا ضروري تغسلوها مزيان وتنشفوها. كنحاول هكا ندير زيت زيتون ولا زيت نباتيه كيبقى اختياري، وكنحاول هكايا ندير غير خط من الوسط. كندير شويه ديال الملحه، الابزار، درت شويه ديال السودانيه واي اعشاب مناسبه كتفضلوا. يمكن لكم تكتفيو غير بالملح والبزار. كنحاول نلبس البطاطا ديالي مزيان وكندير لها ورق طبخ. ضروري هكا ورق الطبخ تلبسوه مزيان باش دغيا طيب لكم بطاطا. كنزيد البابي الومنيوم وكندخلها الفران، كتاخذ شويه الوقت في الطياب ديالها، ولكن راه كتجي لذيذه بزاف هاد الوصفه هادي. صافي داك البابي الومنيوم كنحاولوا هو اللي نديرو لتحت. كنشد البطاطا، شوفوا من بعد ما طابت كنحاول هكايا نحيد لها كاع الجوانب ديالها. وهنايا الا كتبغيو حتى الزبده يمكن لكم ديروها، انا ما عنديش مع الزبده بزاف، كندير هكا فرماج وشويه ديال الفرماج احمر وموتزاريلا. فرماج مثلث مربع كيبقى اختياري، وشويه ديال الملح والبزار. وكنحاول هكايا نخلطها مزيان. شوفوا البطاطا ديروا حتى الجوانب باش شي حاجه ما تضيع عليكم. راه ما يمكنش هاد الوصفه شحال كتجي لذيذه، انا من الوصفات المفضله عندي. وهنايا الحشوه كتبقى اختياري. انا درت شويه ديال الكاشير، كورنيشون، فلفله خضراء، شويه ديال البصله، الطون اللي متوفر عندكم يمكن لكم ديروه. كما قلت لكم ما تقيدوش بهذا الشيء اللي درت انايا. درت شويه ديال الزيتون اخضر مهيس. مي راه كتجي لذيذه بزاف. صافي اخر حاجه درت شويه ديال الفرماج من الفوق كيتشوب، شويه ديال المايونيز. وها الوصفه ديالنا وجدات، جربوها ولا لا انا متاكده غتوليو مدمنين عليها. وكما قلت لكم يمكن لكم ديروا فيها الكفته الدجاج الا بغيتوها هكايا حتى سخونه. نشاركها معكم في وصفه مقبله ان شاء الله. بستمع عليكم.